كريستيانو رونالدو مصدوم ومش مصدق نفسه بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي، ودخوله في نوبة بكاء شديدة بعد وداع بطولة كأس العالم 2022، والتي قد تكون آخر بطولة له في مسيرته، حيث يبلغ من العمر 37 عاماً. باي باي رونالدو، باي باي تيرم تارم، اغنيها لك ازاي تيرم تارم المغرب يا حبيبي. وحقق المنتخب المغربي إنجازاً عربياً وإفريقياً بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم بعد الفوز على المنتخب البرتغالي 1-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.